لأهمية عملية الfollow up مع العميل وقد إيه هي بتضيّع أحيانًا من إيدينا أوردرات كتيرة جدًا، فيسبوك نزّل update إزاي إحنا نقدر نعمل follow up مع العميل بعد 48 ساعة من غير تدخُّل منا، يعني فيسبوك هو اللي هيقوم بالعملية دي بتلقائية كده زي ما بنقول. بس في نقطة كمان عايزين ننوّه عنها، وهو إن بعد إذنك اهتم أنت برضه بالfollow up، ما تعتمدش على المَرّة اللي فيسبوك بيعملها وبعدين خلاص كده شكرًا. لإن الfollow up زي ما كنا قُلنا في فيديو نزل، لو ما كنتش شُفته يعني ارجع للقناة وشوفه، الfollow up كفيل يرفع مبيعاتك بنسبة أكتر من 30%. أنت متخيّل؟ يعني نسبة مش صغيّرة فعلًا بالمرّة. فاهتم يا صديقي بالfollow up هيفرق معاك جدًا، جدًا في المبيعات، بالتالي طبعًا في زيادة أرباحك وفي العموم في أرقامك كلّها. طيب نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، عشان ندخل نعمل follow up الupdate بتاع فيسبوك. إحنا هنا على مستوى الadset، فهندخل وليكن في add group، ومن الadd group هنفتح الإعلان، هننزل لحد الmessage template اللي هي هنا مضبوط. لو عندك create new بتعمل واحدة جديدة عادي خالص وليكن edit، وبتنزل تحت بتفعّل الbutton بتاع follow up message، بتكتب هنا الرسالة اللي أنت عايزها وبتحفظه، وهو بعد 48 ساعة من بعد يوم ل48 ساعة بيبعت الرسالة دي بتلقائية للعميل. هو فيسبوك هنا بيقول إن هو بعد يوم واحد بالتقريب، بس أنا شُفتها في أكتر من صفحة، تقريبًا من يوم ليومين بيكون بعت حتّة الfollow up بالعميل. بس زي ما قُلت لك وزي ما أكدت أكتر من مرّة، اهتم أنت بالfollow up بعد ما فيسبوك يبعت المرّة بتاعته، أنت كمان بعد 3 أيام ل5 أيام ابعت مرّة كمان. لو برضه العميل ما ردّش ادّي لنفسك أو ادّي للعميل بمعنى أدق مثلًا أسبوع كمان وبعدين ابعت له المرّة التالتة، وممكن بعدها خلاص ما تتابعش تاني لو كل ده العميل ما ردّش. طبعًا إحنا مش الهدف إن إحنا نزِنّ على العميل على قد ما الهدف إن إحنا نحفّز العميل إن هو يشتري مننا، أو نشوف احتياجه إيه بالتحديد عشان نقدر نساعده. فزي ما إحنا قُلنا تدخل في الmessage template create new أو use existing في كل الأحوال. لمّا بتيجي تedit بتنزل تحت خالص بتلاقي الfollow up message بتفعّله وتكتب اللي أنت عايزه. بس كده، كان فيديو قصير جدًا وبسيط فيه معلومة صغيرة، واشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.